اللي قال اللي يبقى عنده عزومه لازم يقوم من الصبح بدري، لا، كل الكلام ده مش صحيح. تعالوا معايا واقول لكم تعملوا ايه لو عندكم عزومه كبيره. اولا هتجيبي اللحمه وتتبلي، لو هتعملي كفته زي كده تبقى بالليل. بعد الفطار ابداي ان انت جهزي حاجتك، جهزي الكفته كده وحطيها وصبعيها. وكمان ابداي ان انت تبلي الفراخ، لو هتعملي فراخ او لحمه تبداي ان انت تبليها وغلفيها وحطيها في التلاجة. وصبعي الكفته برده وحطيها في التلاجة او حطيها في الفريزر. وكمان لو هتعملي سمبوسه زي ما انا عملت كده، بدات ان انا احشيها من بالليل. اهم حاجه انت تحشيها من بالليل وتحطيها في صينيه وتروحي مغلفاها بكيس وتحطيها في الفريزر تبقى جاهزه معاكي. جيت بقى الصبح بدات ان انا احط بقى الفراخ في القلايه لو هشويها. وكمان حطيت الفراخ اللي انا هشويها على الشوايه، بدات برده ان انا اعملها بالشكل ده. وقمت كده رايقه، يعني قمت كل حاجه كده كانت جاهزه وتبقى تقومي رايقه، ما فيش الا السلطات شويه عصير. اعملي زي ما انا بقول لك كده. تعالي من بالليل لو عندك عزومه كبيره ابداي ان انت تبلي كل اللحوم. لو هتعملي